في البداية سلام للجميع، سلام المسيح يكون معنا جميعا. للأسف خبر سيء جدا، مقتل شاب مسيحي وأغباط حقه يضيع لأن القتلة لهم علاقات بأعضاء من البرلمان. تتحدث المجموعات والصفحات المسيحية عن مقتل الشاب المسيحي روماني فيكتور عطية الله الذي لم يكمل 20 من عمره على يد مسلمين. الواقعة أثارت حالة من الحزن لدى الوسط المسيحي، وقالت مجموعات مسيحية بأنهم لن يتركوا حقه بعدما تردد أن القتلة لهم علاقات بأعضاء في البرلمان، بل وطالبت المجموعات والصفحات المسيحية برفع الحصانة عنهم إذ كانوا يقفون مع مجرمون. الموضوع بالتفاصيل: الشاب ده اسمه روماني من سوهاج، دار السلام الكشح. روماني شاب شغال على توك توك وبياكل منه عيش، شاب كويس وكل الناس بتعترف بأخلاقه. روماني كان في يوم قاعد بالليل، جم 3 أشخاص دخلوا عليه وقالوا له عايزينك تودينا البلد اللي جنبنا. روماني قال لهم حاضر أوصلكم. طبعا روماني بياكل عيش، في أي وقت هيجيله شغل هيروح يوصله في أي مكان. روماني وهو ماشي في الطريق كان معاه ال3 شباب دولت، لقى في واحد بيعمل حاجات غريبة كده، قلق منه، خاف على نفسه. عمل ايه روماني؟ اتصل باخوه وبقى يكلمه بالراحة كده، قال له ايوه انا رايح البلد الفلانية اللي جنبنا ووصل 3 شباب البلد ديت، وبيتكلم بالراحة. في واحد من 3 اللي معايا بيعمل تصرفات غريبة كده وانا شاكك فيه، فقلت اعرفك انا رايح فين عشان تبقى عارف مكاني. ودي كانت اخر حاجة قالها روماني، لان بعد كده التليفون حس ان هو اللي اخوه بيكلمه ان اتخبط او حاجه، يعني هو بعد كده ما سمعش حاجه. اتضح ان بعد كده ان هم خطفوا منه التليفون وضربوه اول طعنه في رقبته، وبعد كده بالمطوه في عينه، وبعد كده 12 طعنه في جسمه كله، وفي الاخر قطعوا رقبته ورموه في صرف زراعي. يا ربي، ايه اللي بيحصل ده؟ بني ادمين اللي بيعملوا الكلام دوت؟ ده الواحد لو بيشوف فرخة وهي بتتذبح قلبه بينقبض. ايه الناس دي؟ طبعا موتة شنيعة جدا وبدون اي اسباب، هم ما يعرفهمش اصلا، مش هنقول في مشاكل بينهم ومن بعض ولا اي حاجة خالص. يعني قطعوا الراجل، قطعوا رقبته ورموه في الصرف الزراعي. عشان ايه؟ يعني هيبقى معاه كام عشان يسرقوه، يعني عشان يعملوا الكلام ده كله؟ ولا هم سمعوه ان هو بيستنجد باخوه او بيعرفوا طريقه؟ فيعني مش عارف يعني ايه السبب، لكن حاجة صعبة جدا. وطبعا اتصلوا بالنيابة والنيابة بتحقق في الموضوع، وكل الناس بتقول ان الناس دي يعرفوا ناس في البرلمان وهيحموهم وكده يعني. لكن انا بقول لا، مش معقولة، يعني مش معقولة حد في البرلمان يحمي قتلة. دي ناس قتلة، وقتل مع سبق الاصرار، يعني ما كانش فيه حتى خناقة ولا اي حاجة خالص، مفيش مشاكل بينهم وبين بعض، ما يعرفوش بعض اصلا. ده واحد شغال على توك توك وقالوا تعالى وصلني وراح يوصلهم عادي زي اي حد. لكن تصرفات الراجل قلقت الشاب الصغير اللي بياكل عيش على التوك توك، وفي اي مكان بيقولوا له حاضر حاضر، وراح بلد تانية ومفيش اي مشاكل، يعني ما عرضش معاهم في اي حاجة خالص. لكن لتكن مشيئتك يا رب، يا رب يرجع حق روماني، لان حرام شاب بيشتغل على توك توك وكل الناس بتشكر فيه وفي امانته وفي اخلاقه يحصل له كده بدون اي سبب. ربنا موجود.